هاي يا حلوين، أنا نادين. بفيديو اليوم عملت لكم لوك على قد ما هو سهل على قد ما هو فخم وكلاسيكي. استخدمت معه الألوان يلي كلنا منحبها، اللون البني واللون البيج الشمري. إذا حابين تعرفوا كيف عملت هيدا اللوك تابعوا معي الفيديو ويلا بينا نبلش. بالبداية رح بلش بالسيروم ورح طبقه على كامل الوجه، ومن بعدها رح طبق هيدا المرطب من شارلوت تيلبري. أما بالنسبة لكريم الأساس رح استخدم هيدا التنت من هدى بيوتي ورح طبقه على كامل الوجه. هيدا التنت فيه شوي لمعة، فما بنصح فيه الناس يلي عندها شوي عيوب بوجهها. ومن طرف رح استخدم هيدا الكونسيلر ورح طبقه على منطقة محول العين وعلى الجفن لحضره لحتى طبق عليه الاي شادو. وبعد ما دمجت الكونسيلر والفونديشن رح استخدم هيدا الكونتور من شي جلام ورح طبقه على منطقة أعلى الخدود وشوي على الأنف بهيدي الطريقة. ورح ابتدي ادمج كل الكونتور يلي طبقته على وجهي. وبالبيوتي بلندر رح ارجع ادمج شوي على الخفيف منطقة الانف. شوفوا انا كيف عملتها بايدي حتى اقدر صغر حجم البيوتي بلندر. فيك تستخدمي وحدة اصغر اذا بدك. ورجعت طبقت شوية كونسيلر على عظمة الانف من فوق وعلى الزاوية من قدام. ومن باليدو رح استخدم هيدا البلاشر الكريمي ورح طبقه على اعلى الخدود واسحبه لفوق. وبفرشاية من ريل تكنيك رح ابتدي ادمجه واسحبه لفوق بهيدي الطريقة. وهلأ حتى ثبت كل شي عملته رح استخدم هيدي اللوس باودر من جرافتوبيان ورح طبقها على كامل الوجه. الخطوة يلي بعدها رح استخدم هيدا البرونزر من هدى بيوتي ورح طبقه على أعلى الخدود واسحبه لفوق. نفس البرونزر رح استخدمه كلون انتقالي ورح ادمجه على كامل الجفن. ومن ستيلا رح استخدم هيدي الباليت. شوفوا ألوانها شو حلوة وناعمة وفيك تحطيها معك بالجزدان كتير صغيرة. رح استخدم معاها هيدي الفرشاية ورح طبقها على زاوية العين الخارجية وعلى زاوية العين الداخلية بنفس الطريقة. وهلأ من ريل تكنيك رح ابتدي ادمج كل الفواصل الحادة.
ومن شانيل رح استخدم هيدي الفرشة الصغيرة ورح طبق نفس اللون تحت رموش السفلية مباشرة، ورح أدمجه شوي. وهلأ رح اخد اللون الشمري من نفس الباليت ورح طبقه بإيدي على وسط الجفن بطريقة الطبطبة. ومن بعدها رح ارجع ادمجه حتى يعطيني ألوان انسيابية مع بعض. ومن هدى بيوتي رح استخدم هيدا الكحل ورح طبقه داخل العين من فوق ومن تحت. بالنسبة للآيلاينر رح استخدم هيدا الآيلاينر من شي جلام، ورح أعمل سحبة على زاوية العين الخارجية وابتدي أعمل خط رفيع فوق رموشي مباشرة. وبالنهاية رح أعمل سحبة صغيرة على زاوية العين الداخلية بهيدي الطريقة. وهلأ من بعد ما دمجت الآي شادو تحت خط رموشي رح كبس رموشي بمكبس بتر. دايما انتبهي انتي وعم تكبسي رموشك. ورح استخدم آخر شي هيدي الماسكارا من إيسادورا ورح مشط فيها الرموش. ومن بعدها رح ركب رموش، استخدمت هيدول الرموش من هدى بيوتي. وهيك بيكون خلص اللوك اليوم. ان شاء الله تكوني حبيتي، ومثل ما قلت لك هيدي الالوان الوان كلاسيكيه وعمليه، وانا شخصيا كتير بستخدمها وكتير بحبها. اذا عندك اي اقتراح شو حابه يكون اللوك الجاي اكتبي لي بالتعليقات، وما تنسي تشتركي بالقناه حتى يوصلك مني كل جديد. بحبكن كتير والى اللقاء.